عارف الفراعنه لما كان واحد فيهم يتعور كان بيعمل ايه؟ طبعا هتقول لي كان بيكبس بن. طب تعرف الست الفرعونيه لما كانت بتتلسع من الشرب كانت بتعمل ايه؟ طبعا هتقول لي كانت بتنفخ في الزبادي. الهبد ده يا معلم. قدماء المصريين كانوا بيستخدموا العيش المعفن في علاج الحروق والجروح، وده اللي اثبتته البرديات الطبيه اللي اكتشفوها واللي عمرها 3500 سنه. وطبعا دي مش عفانه، هقول لك ليه دلوقتي. خلينا نروح بالزمن لسنه 1928 والمكان لندن. كان في عالم اسمه فيلمينج، وده عالم عبقري قاعد في المعمل بتاعه بالايام ليل ونهار بياكل ويشرب ويعمل بعض التجارب على بكتيريا اسمها ستافيلوكوكس اوريوس، ودي كان بيزرعها في اطباق ازاز. وفجاه اصحابه كلموه وقالوا له عندنا طلعه على الساحل، راشي معانا يا مان. قال لهم مسافه السكه. ساب الاكل بتاعه زي ما هو في المعمل وجنبه اطباق البكتيريا، وطلع على الساحل قضاها وانبسط على الاخر. رجع صاحبنا المعمل بتاعه بعد اسبوعين، بيفتح باب المعمل شم ريحه العفانه في كل حته. قال ايه الريحه النتنه دي؟ افتكر ان سابوا الاكل بتاعه لحد ما عفن، راح جري يجيب كيس زباله عشان يرمي الاكل بتاعه المعفن ده، ورجع يكمل دراساته على الاطباق الازاز اللي كان فيها البكتيريا. والطبيعي انه يلاقي البكتيريا كترت وتكاثرت لانه سايبهم بقالهم اسبوعين بحالهم. المفاجاه بقى انه لقى البكتيريا اللي في الاطباق معظمها مات، وحتى اللي كان لسه عايش كان متجمع على طرف الطبق بعيد جدا في ابعد نقطه في الطبق عن الاكل المعفن ده. ايه ده؟ هي البكتيريا بتقرف زينا؟ ولان الراجل ده عبقري جاب كيس الزباله وبدا يفحص الاكل المعفن ده عشان يعرف ايه اللي خلى البكتيريا تموت او تخاف وتبعد عن العفن ده. واكتشف اكتشاف بيعتبره البعض احسن اكتشاف في القرن العشرين، طبعا بعد ابو تريكه. اكتشف ان العفن ده هو نوع من انواع الفطريات اسمه بنسيلم نوتيتا، والعفن ده كان بينتج ماده هي اللي بتخوف البكتيريا وبتموتها. المهم، وبسبب ضعف الامكانيات في الفتره دي كتب كل ملاحظاته وكتب جمله خالده في مذكراته. قال ان الماده دي عبقريه بس مش عارف يعمل بيها حاجه. ايوه هو قال كده بس بالانجليزي. بعد 12 سنه وتحديدا في سنه 1940 فريق من العلماء بقياده هاورد فلوري وإرنست تشين ونورمان هيتلي بداوا يمشوا ورا القصه دي، وبداوا يطوروا الماده دي لحد ما قدروا ينتجوا ماده اسمها البنسلين او البنسلين بكميات كبيره. في نفس الوقت ده كانت الحرب العالميه الثانيه شغاله، اللي كان بيتعور فيها كان ممكن يموت بسبب التعويره دي، لكن بسبب الاكتشاف ده الاف الارواح على مستوى العالم تم انقاذها. وكان ده اول مضاد حيوي اكتشفه العلماء، وبعده بداوا يعملوا عليه تعديلات كيميائيه عشان تخليه اسرع واقوى واوسع في المجال. عرفت بقى ان الفرعونيه اللي اتلسعت من الشوربه ما كانتش بتنفخ في الزبادي ولا حاجه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وفولو، وقول لي في الكومنتات تحب نتكلم عن ايه المره الجايه.